ريال مدريد خرجوا اليوم بانتصار مهم على برشلونة ب2 مقابل 1، وقدروا يكبروا الفريق في الترتيب. برشلونة رغم الجهد ما قدرش يبدل الطريقة على حساب ريال مدريد في هذا اللقاء. الفريق المضيف دار شعلة كبيرة وفرض حضوره أمام جمهور كبير. ريال مدريد لعب تشكيلة مركزة على الهجوم السريع والضغط العالي. برشلونة جرب يخدم الخطط المعتادة ديالو، لكن واجه صعوبات في التنفيذ خصوصا من جهة الدفاع الوسطى والأظهرة ديالو. واحد من العوامل اللي بان واضحة، ريال مدريد قدر يستغل المساحات وخصوصا لما برشلونة كان باغي يبني اللعب من الخلف، وهذا الشيء هذا هو اللي عطى الفرص لريال مدريد واللي قدروا يستغلوهم. نجم اللقاء اللي كان كيليان مبابي ديما حاضر، اللي قدر يستغل الفرص اللي جاتو كيف ما ورد في الدقائق. وعند برشلونه اللي تألق حارس المرمى اللي تصدى بزاف ديال الكواري، اللي منهم ضربة الجزاء اللي تصداها لكيليان مبابي. من رغم كل الصعوبات ديال الفريق بان عنده بزاف ديال الامكانيات، لكن الفريق محتاج يكون اكثر تجانسا. من جهه ريال مدريد الدفاع وخط الاوسط بداو يخدموا مزيان، حتى ولو كانوا بعض النقاط اللي خاصهم يطوروا ويخدموا عليهم. الهدف ديال ريال مدريد اللي جا في توقيت زوين اللي عطاهم دفعه كبيره. برشلونه ما قدرش يستغل بعض الفترات اللي كانوا هما اللي ضاغطين، وهذا الشيء اللي خلى ريال مدريد يسيطر شويه على الريتم ديال الماتش. واحده من نقاط الضعف ديال برشلونه اليوم هي التحول السريع ديال ريال مدريد من الدفاع للهجوم، وهذا الشيء اللي خلاهم مهددين بزاف. كذلك البطاقه الصفراء والانذارات والتغييرات كانوا عندهم دور. في الوقت اللي الفريق كيبدل وكيكون فيه تغيير، كتكون فرص للفريق الاخر باش يستغل. الخلاصه ديال هذه المباراه هذه، ريال مدريد استحق انتصار اليوم، ماشي غير حظ، لكن التنظيم والضغط والخطه واضحه. اما برشلونه رغم الجوده الفرديه لكن ما نجحش يترجمها جميعا في هذا الماتش. بالنسبه لي كنشوف ريال مدريد خاصو يحافظ على هذا المستوى، لكن ضروري يشتغلوا اكثر على بعض الفترات اللي خلوا فيها المساحات الخصم، ما خاصش يعطيو فرص تسجيل. اما بالنسبه لبرشلونه كيبان لي انهم خاصهم يبداو من الدفاع ويضبطوا بناء اللعب من الخلف، وكذلك التحول السريع والخطوره ديال الخصم خاصهم يكون عندهم خطه واضحه باش يحدوها. هاد المباريات هادو خاصك تشوف كيفاش الفريق كيغير الزمن ديالو في اللعب، وكيفاش كيستغل المساحات، وكيفاش الضغط العالي كيأثر على الخصم. شوف الاراء ديالكم نتوما، قولوا لي واش ريال مدريد كان كيستحق اليوم انتصار، وقولوا لي شنو هو السبب الرئيسي اللي خلى برشلونه باش ينهزم اليوم. خليوا لي رايكم اراكم في التعاليق.